السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بكم متابعينا. الإعلامي حفيظ دراجي يدافع بطريقة رائعة عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد الادعاءات حول ما قالته الملاكمة الإيطالية التي فازت عليها الملاكمة الجزائرية بالضربة القاضية في 46 ثانية فقط. الإعلامي حفيظ دراجي دافع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن طريق منشور عبر صفحته الفيسبوكية كتب فيه ما يلي: صياحكم طرب، العالم الغربي وأعوانه من الأنذال يتباكون ويجمعون على أن الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني التي خرجت باكية من الألعاب الأولمبية وقعت ضحية لنزال مع ملاكم جزائري ينافس في فئة الإناث. يبدو أن الغرب يعيش في زمن لا يفرق فيه بين الرجل والمرأة، منذ صار يدعى المتحولين والمثليين فاختلطت عليه الأمور، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائرية يشككون ويشتكون ويخلطون بين إيمان وأمين. اللجنة الأولمبية الدولية هي لجنتكم، اسألوها تجيبكم.